كنت عايزة أقول لها أنتِ إزاي بجحة كده، ما تيجوا نشوف المشكلة بتقول إيه. اللي باعتة المشكلة بتقول إن أنا من يومين كنا عازمين سيلفي اللي هو أخو جوزها ومراته وعياله على العشا عندهم، وكانت عاملة عزومة محترمة جدًا من أكل وحلويات وفاكهة، والحمد لله اليوم عدّى كويس وعلى خير. بعد العشا وإحنا قاعدين نشرب شاي، فجأة باب الشقة خبّط، وطلع delivery من محل حلويات معروف. استغربت لمّا فتحت الباب، قُلت له: "إحنا ما طلبناش حاجة." لقيت بنت أخو جوزي بتجري واستلمت الطلب وطلع إنها هي اللي طالبة الorder على عنواننا. راحت قالت لأمها وهي بتضحك: راحت قالت لأمها إن الdelivery وصل، فمامتها قالت لها: "هاتي الريسيد وادّيه لطنط وعمه عشان إحنا في بيتهم." وكأن الموضوع هزار وبتضحك. أخدت الفاتورة وكانت الفاتورة عاملة 360 630 جنيه بالدليفري. اتضايقت جدا خصوصا ان ابني الأصغر عنده 13 سنة وكان نفسه من 3 أيام يجيب من نفس المكان، وقلت له نستنى شوية عشان الظروف، فالولد سكت. المهم البنت كانت طالبة لنفسها وأختها وأمها بس، فابني راح قال لها بهدوء: ممكن آخد اللي عليها قشطة؟ ردت عليه وقالت له: لا معلش، أنا ما طلبتلكش، انا جايبه 2 ناكلهم انا واختي، والباقي انا واختي هنا، والباقي هاخده معايا في البيت. البنت داخله تالتة ثانوي يعني كبيره وفاهمه، وابني سكت وما اتكلمش، وكلنا كنا قاعدين محدش قال لها ان ده عيب. يعني اللي قالت لها ادي ريسيد لطنط وعمو ما قالتلهاش ان هو عيب. وظروف باباها ايه في الموضوع؟ مش موجود. ساعتها دخلت المطبخ وخدت حلويات من اللي انا كنت عاملاها على السفرة، اللي انا كنت عاملاها وحطها لهم على السفرة، خدتها اديتها لولادي وقلت للبنت اطلبي تاني لما تروحي بيتكم. امها زعلت جدا ولمت عيالها ومشيت وهي متضايقة. دلوقتي انا بسأل نفسي انا غلطت في ايه؟ انا غلطت ان عملت كده، خصوصا ان 630 جنيه مبلغ بالنسبة لي كبير وهيأثر على مصاريف بيتي باقي الشهر، واكيد ولادي اولى اني اراضيهم عن ولاد سيلفي. فين بابا؟ فين عمو؟ يعني فين بابا من الموضوع ده؟ فين عمو؟ وبتقول في اخر رسالة، بتقول كان نفسي اقول لها انتي بجحة قوي، بس مش عارفة ليه ما قلتش. لا كنت قولي لها انتي شخصية بجحة قوي، يعني جاية ومعزومة عندك وقاعدة في بيتك وبنتها تطلب اوردر ويجي وانت اللي تحاسبي عليه، تمام، اجباري كده، امر واقع من غير اي استئذان. وفي الاخر كمان ابنك لما يطلب لا ما ياخدش، اصل انا هيبقى هاكل منها واخد معايا الباقي البيت. حضرتك كنت طلبتيها في بيتك، انت ما غلطتيش في حاجه، ما فيش حاجه صدرت منك، بالعكس انت كنت المفروض تكبري الموضوع عن كده من وجهه نظري. آه لا بس انت مش غلطانه. بس فين بابا وعمو من الموضوع؟ يعني فين جوزك وفين اخوه؟ فين بابا البنت اللي عملت كده؟ ازاي وهي لما زعلت واتنرفزت وقامت وخدت ولادها ومشيت، فين جوزها من الموضوع؟ لا مفيش غلط من عندك، الغلط كله من عندهم هما. والمفروض ان يعني تاخدي يعني، معرفش، بس يعني مش هنقول لاخواتي يقعوا في بعض ولا يعملوا مشاكل مع بعض. بس لا خدي موقف من الست دي عشان دي بجاحة عيني عينك. وبس كده، ولو اي حد عنده رأي تاني يكتبوا لها في الكومنتس، واسيبكم على خير والله المستعان.